فعملنا حاجه اسمها ايوس هايرنج بورتال. الهايرنج بورتال ده مجانا وحصريا على الناس اللي متخرجه من عندنا. طب وإزاي بقى قدرتوا توفّروا لهم فرص عمل؟ طيب احنا شفنا ان الناس اللي في الميدل ايست وافريقيا ليه بيتعلموا اصلا؟ عشان يلاقوا مصدر دخل احسن ليهم، إمم. او يلاقوا مصدر دخل اصلا ليهم. يعني ما يكونش عندهم مصدر دخل، بيدوروا على مصدر دخل اول مره في حياتهم، او هم بيشتغلوا وعايزين يحسنوا مصدر الدخل دوت. فقلنا لازم في ايوس نوفر ليهم تجربه كامله من اول التعليم لحد ما يلاقي وظيفة. حاجه الاند ريزلت بتاعته. أوكي. بالظبط. فعملنا حاجه اسمها ايوس هايرنج بورتال. الهايرنج بورتال ده مجانا وحصريا على الناس اللي متخرجه من عندنا. يعني عشان أوكي. تدخله لازم يكون معاك شهاده من ايوس من من اي واحده من الثلاث طرق. دافع فلوس بروجرام، واخد عن طريق الشركه بتاعتك، بس طبعا مش منطقي الشركه بتعمل لك وظيفه فتسيبهم وتمشي، تعمل hiring فغالبا أيوه. الشركات مش بتتيح ده للشركات، او انت واخد مبادره مجانيه. أوك فبتتخرج، بتاخد الشهاده، بتدخل على الهايرنج بورتال ده، بتلاقي ايه؟ شركات الناحيه التانيه عارضه وظايف سبيسيفيكلي ليك انت بس، أوكي. وبالاي اي بيماتش الجرادويت بناء على اللي هو درسه عندنا واللي اتعلمه بالوظيفة اللي بالوظيفه موجودة على المناسبه ليه من وجهه نظر الاي اي، والشركه بتعمل ابديت تتقبل او لا. طب ليه الشركات بتعمل كده؟ عشان ده مجانا. يعني بدل ما الشركه تروح تدفع فلوس في اي وسيله اخرى عشان تاخد سيفيهات او تعلن عن وظيفه، انا بقول له ده ببلاش. والله عجبك الشخص اللي متقدم، وظف ببلاش، مش عايز منك ما حاجه. برضه بتسهّل له الprocess اه بتاعة الhiring. بالظبط. ما عجبكش خلاص، مش خسران حاجه. أوكي. فبالتالي الشركه مش متضايقه في حاجه. فاحنا عندنا اكتر من 1200 شركه عندنا بياخدوا الخريجين بتوعنا ويتوظفوا. فاحنا من 3 مليون دول في تقريبا 700 الف شخص اول مره يتوظفوا في حياتهم عن طريق البرامج بتاعتنا دي.